ايوه، انا نشوى اللي ضربت التين في الخلاط وعملت من اكله واحده 2 في 1. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير ونبدا مع بعض ونقول بسم الله. معايا كيلو تين. التين اللي انا مختاراه النهارده ده يا جماعه انا عايزاه تين يكون مستوي على الاخر، يعني التنايه كده تبقى ما تبقاش ماسكه نفسها، لا تكون طريه كده شويه. بتجيبي بقى الكبه بتاعتك او الخلاط اللي عندك متاح، اعملي فيه ضربه والتانيه. يعني انا هنا مش عايزاكي تنعميه خالص وتخليه بيريه، لا انا عايزاه يعني يا دوبك كده ضربتين بس على الهادي، هيبقى معاكي بالشكل ده. تروحي عامله جايبه بقى بوله كده عندك وتروحي ضيفاه كميه التين كلها وتضيفي عليها كوبايه ونص من السكر، تقلبيهم تقلبتين لحد لما السكر يمتزج مع التين وما يبقى لهوش اي اثر زي ما انت شايفه كده معايا، وتسيبيهم على جنب لمده لا تقل عن 30 دقيقه. ونروح نعمل الخطوه اللي بعد كده. جبت بولة حلوة عندي برضو وضفت لها كوباية ونص من السكر، والمقدار بتاع السكر دوت مناسب جدا. بضيف عليهم 3 وحدات من البيض. البيض طبعا درجة حرارة المطبخ، يعني ما يبقاش لسه مطلعة البيض من التلاجة. ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة. دايما الفانيليا السايلة هنا بتديكي طعم اقوى وبتنهي على زفارة البيض. هتفضلي تضربي بالمضرب الكهربائي او في الخلاط لحد لما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده واللون اللي انت شايفاه معايا. هنا البيض اختفى خالص واداني لون ابيض فاتح كده شويه. بضيف عليهم كوبايه الا ربع من الزبده تكون سايله او السمنه اللي متاح عندك، زبده او السمنه بس ما تستخدميش زيت. وكمان ضفت عليهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر. ضربت حلو جدا جدا وابتديت ان انا في الوقت دوت انزل بالدقيق. هبدا في الاول كده مبدئيا بكوبايتين ونص من الدقيق. اختاروا نوع دقيق دايما حلو عشان تاخدوا نتيجه حلوه. قلبي تقلبتين، هتفضلي تقلبي لحد لما هتوصلي لقوام معين هقولك عليه دلوقتي، اللي هو انا مش عايزاها عجينه سايله، انا عايزاها عجينه متماسكه وفي نفس الوقت تكون بتلزق شويه. طيب نتخلص من التلزيقه ديت بشويه زبده او شويه زيت عشان نتخلص منها، مش عشان نضيف للطعم، بس الافضل ان انت تضيفي زبده. بروح بقى عندي كده العجينه بتاعتي بقت جاهزه، اللهم بارك. بروح بقى حل عندي على النار واضيف كميه التين اللي احنا ضفنا عليها السكر، والنار هنا عندي بتكون متوسطه، واضيف عليهم نص ليمونه وهاتك يا تقليب. افضل اقلب فيها وايدك عليها وعينك كمان عليها، علشان انا مش عايزه مربة التين بتاعتنا تبوظ بقى مننا او يحصل لها حاجه كده ولا كده. مع مرور الوقت يعني قولوا مثلا 20 دقيقه بعد التقليب هتلاقوها وصلت للشكل ده. هتضيفوا ليها عارفين معلقه الشاي الصغيره، طرف المعلقه ملح ليمون، ده في حالة ان احنا خلصناها وخلصت وبقت تمام. طبعا بالاستمرار بالتقليب. واللي انا شلته من فوق الوش ده كان الريم اللي بيطلع كده من فوق الوش، تشيليه عشان تاخدي اللون الكريستالي لمربة التين زي ما انت شايفة معايا كده. طبعا لازم نسيبها تهدى خالص، ويا سلام بقى لو تاني يوم وهي في التلاجة هتلاقي القوام بتاعها بقى متماسك كويس جدا. صينية عندك ويستحسن ان هي تكون ألمونيوم، بتدي طعم حلو جدا خصوصا لو بنعمل حلويات، او اي صينية موجودة عندك، يعني ما تلزميش نفسك باللي انا بقوله. وتروحي عامله لها طبقة من الزبدة. العجينة بتاعتنا دي بتاعت البسكوت بنعملها تلت وتلتين. بتروحي اخده التلتين الاول وتروحي ضيفاهم وفردها في الصينية. لو لقيتي ان العجينة بتاعتك سميكة تعملي زي ما انا عملت، تاخدي منها وتخففيها وترفعيها. انا عايزاها عجينة رفيعة مش عجينة سميكة لان احنا بنعمل بسكوت. وتروحي بقى جايبه التين الحلو او مربة التين اللي احنا عملناها وتضيفيها طبعا مش كلها لان احنا عاملين كميه كبيره، تجيبي طبق بس كده حلو على قد صينيه البسكوت اللي احنا عاملينها النهارده. اما بقى التلت اللي اتبقى ده فبتجيبي المبشره وتفضلي تبشري عشان تعملي شكل حلو كده من فوق الوش. في الوقت دوت الفرن بتاعنا بيبقى شغال على درجه حراره 180. بتدخل الفرن على الرف الاوسط مده لا تقل عن 45 دقيقه لحد لما تاخدي اللون الاحمر الجميل اللي فوق الوش ده. اول لما تطلع من الفرن وهي سخنه تبتدي تقطعيها. اوعي تنسي الخطوه دي لان لو سبتيها مش هتعرفي تقطعيها بعد كده، لان ده بسكوت فبالتالي هو هينشف ويتماسك فمش هتعرفي تقطعيها، يبقى بيتكسر معاكي. تسيبيها تهدى خالص وتعملي كوبايه شاي بقى وانتي بتاكليها تقولي تسلم ايدك يا نشوتي والله عليكي يا نشوتي، وتدعي لي دعوه حلوه من قلبك ولك بالمثل. انا كده خلصت فيديو النهارده. لو شايفين ان انا بقدم لكم محتوى هادف ويستحق التشجيع اعملوا له لايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.